بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من رحمة الله بعبده أن يبتليه ببلاء لا يستطيع أن يخبر به أحدا، ولا يجد من يفهم تفاصيل هذا البلاء. ليش؟ حتى يكون القلب متعلق بالله فقط، والشكوى لا ترفع إلا لله. لأنك أنت لو شكوت شكواك هذه عن المشكلة اللي عندك للبشر لن يستطيعوا أن يفهموها أبدا. ولذلك الله عز وجل أحيانا يبتليك ببلاء ما يعرفه أحد إلا الله، ولا يعرف تفاصيله إلا الله. وعشان كذا شوفوا جمال هذا الدعاء: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. شوفوا سبحان الله العظيم، هنا التفويض العام، يعني أنت هنا قاعد تتكلم عن الله عز وجل، عالم الغيب والشهادة، يعني عالم الشيء الذي يراه الناس ويشاهدونه، وعالم الأشياء المخفية في قلبك التي لا يراها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. الآن أنت جالس تتكلم عن الذي يملك كل شيء، وهذا هو التفويض. هنا أنت جالس تفوض الأمر لله. لماذا؟ لأنك تستعيذ من شر نفسك اللي ممكن هي هذه النفس تدفعك للمهالك وأنت لا تعلم. ولذلك تقول: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. ثم بعدك تتعوذ منه من شر الشيطان وشركه، وأن تقترف على نفسك سوء أو تجره إلى مسلم، إما جهلا منك وإما لا مكابرة منك. فأنت تستعيذ بالله وتلجأ إلى الله، فتقول: يا ربي أنت تعلم غيبي وشهادتي، تعلم سري وعلني، فاكفني شر نفسي واكفني الشيطان حتى لا أظلم. أحيانا ممكن يكون عندك طبيعة أو صفة سيئة مثل صفة الغضب، صفة الانتقام. هذا الأمر يعني قد يكون هو سر ما حد يعرف فيه إلا ربك، وأنت تعلم أنك أحيانا إذا غضبت ممكن تؤذي، وإذا خاصم فجر. لذلك تلجأ إلى الله عز وجل أن يكفيك شر نفسك. لذلك دائما نقول يا إخواني: الإقبال على الله يحميك، فكلما زاد إيمانك بالله عز وجل زاد توفيق الله لك. ولذلك ماذا يقول الله في القرآن؟ يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ليش إحنا علمنا الاستخارة؟ ليه؟ لماذا طلب منا أنه في أي أمر نعمل في حياتنا أن نستخير الله عز وجل؟ لأن هذا هو التفويض، وهذا هو إحسان الظن بالله عز وجل، وهذا هو أنك يعني تجعل ربي هو الذي يختار لك ما هو خير منك. فذلك انتبهوا من البعد عن الله. ترى الذين يبتعدون عن الله عز وجل هذولا هم اللي يظلمون أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. وربي عز وجل نسيانه هنا ليس نسيان صفة البشر اللي صفة النقص، لا، هو من باب أنه يعني يتركهم، يدعهم، لأنك أنت المحتاج لله عز وجل، وليس هو الذي محتاج لك. عشان كذا يا إخواني الله عز وجل لا تغيب عنه طرفة عين. فلذلك كن معه، لابد أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. الله قال عن نفسه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. استدفع البلاء عن نفسك بكل الطرق التي علمك الله إياها وعلمك الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. أنت الآن إنسان زين ضعيف معرض للخطأ، ممكن تصدر منك أخطاء أنت ما تشعر فيها. لذلك أنت هنا تلجأ إلى الله. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحميك من نفسك، ومن أجل أن يحميك من العيوب التي صادها الشيطان فيك، ويعرف كيف يعني يجعلك تتحرك فيها. أرجو أن يكون كلامي واضح. أحيانا يكون أنت عندك عيب داخلي أنت ما تشعر فيه، الله يعلم. الشيطان عرفه من خلال يعني دراسة حياتك، لأن الشيطان يحللك تحليل ويبحث عن وين ألقاك. هل ألقاك في الشهوة؟ هل ألقاك في الشبهة؟ هل ألقاك في الغضب؟ هل ألقاك يعني هل أستطيع أن أتحكم فيك عندما تغضب؟ أتحكم فيك عند الغضب، عند الشهوة؟ هل أتحكم فيك عند المال؟ أنت أحيانا قد لا تكتشف هذه الخصلة السيئة في نفسك، الله يعلمها. فأنت تطلب من الله إن الله يكفيك الشيطان عن الأشياء اللي أنت ما تعرفها في نفسك. فهي واضحة النقطة هذه، أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى: برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. عشان كذا دائما الجأ إلى الله بأن يحميك الله عز وجل من نفسك بعونه. وأيضا افعل الأسباب
التي علمك إياها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن تدفع عنك البلاء. مثلا لما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تدفع عنك ميتة السوء، إذا تمسك في الصدقة. لماذا؟ حتى لا تنجرف خلف الطرق والأسباب التي تأتي لك بميتة السوء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أكثر من الاستغفار، لأن هذا الاستغفار من لزمه جعل له من كل هم فرج، من كل ضيق مخرج، رزق من حيث لا يحتسب. أكثر، هذا كله من اللجوء إلى الله عز وجل. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه تفتح الأبواب المغلقة. خلاصة كلامي يا إخواني أن هناك أشياء في نفسك أنت لا تعلمها، هناك ذنوب أو هناك أخطاء أو هناك آلام أنت يمكن ما تستطيع أنك تشرحها لأحد، تتألم منها. لو تقعد تشرحها للبشر ساعات ما استطعت أنك توصل الفكرة، ولا استطعت أيضا أنك أن تعالج نفسك. فما الحل؟ الحل الجأ إلى الله حتى يدبر الله حياتك. احفظ الله يحفظك، الجأ إلى الله، الجأ إلى عالم الغيب والشهادة، عشان هو اللي يحميك من نفسك ويحميك من الشيطان. لذلك تأملوا معي هذا الحديث: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ما أجمل هذا الدعاء وما أعظمه. دائما ادعو بهذا الدعاء: اللهم هب لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الكثير منا دار في أنحاء العالم، وجدنا أقوام كثيرون حياتهم فقط من أجل أن يعيشوا فقط، يعمل من طلوع شمسه إلى غيابها، يكدح في أرضه أو يغوص في بحره، يبحث عن سمكة يأكلها وأخرى يبيعها. آخر تجد في مصنعه الذي لا يملك فيه حتى الكرسي الذي يجلس عليه. وآخرون يعملون خدما في بيوت أغنياء يعبثون بالمال، وفي أنفسهم ألم لأنهم لا يملكون غذاء لأولادهم، وهم ينظرون المال يبعثر أمام أعينهم. وآخرون أيضا اضطروا لدخول السجن، قد يكون لأنهم سرقوا قوتا لأولادهم، أو انتقموا من شخص ظلمهم، لكن كان ذلك الظالم ألحن قولا فسلم ولم يسلموا. فتجد هذا السجين كل يوم يسأل: ما فائدة حياتي وأنا في زنزانة معطل على العالم؟ وآخرون ركبوا البحار وذاقوا أنواع الموت. لماذا؟ لأنهم كانوا يهربون من بلادهم وأهلهم لكي يحصلوا على لقمة يسد بها جوعتهم. يا الله، يقتلونهم ألما من أجل أن يشبعوا بطونهم. وآخرون ابتلوا بأمراض أقعدتهم، فكانوا حملا ثقيلا على أنفسهم وعلى أهلهم. ما هي نظرتهم هؤلاء أهل الإعاقة والأمراض المزمنة وهم يرون أهلهم يعانون الأمرين، لا ليعيشوا بل ليعيش هو، وهو الذي يتمنى الموت كل ساعة. وآخرون عاشوا السنين الطوال يتمنون أن يسمعوا طفلا يناديهم يا بابا يا ماما، لكنهم لا يجدونه. وكم 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 من الآلام تسمعها هنا وهناك. تنظر إلى هذا العالم فيأتي سؤال: أين الله؟ أين الله؟ أين الرحيم الذي سمعنا أن رحمته وسعت كل شيء؟ أين العدل الذي لا يقر الظلم ووعد أن ينتصر للمظلوم؟ أين الذي خلق كل شيء بحكمة؟ أين الحكمة ونحن نرى الفقر والظلم والبطش هنا وهناك؟ هذه تساؤلات موجودة لا ننكرها ولا نغمض أعيننا لأننا مثلا وجدنا بيت نأوي فيه، أو مثلا عندنا راتب يغنينا، ما بتنا ليلة ونحن جائعون. لا نغمض أعيننا، بل يجب أن نسمع لهؤلاء، يجب أن نسمعهم وهم يقولون أين الله، ثم نجيب عليهم. أنا أقول لكل هؤلاء الذين دخل اليأس في قلوبهم وخالجت الشكوك نفوسهم وصارعوا وساوس الشيطان في صدورهم: ارفعوا رؤوسكم إلى السماء، تأملوا في عظمتها، انظروا إلى الجبال، تأملوا في عجيب صنعها، انظروا إلى البحر وعظيم هيبته، بل انظروا في أنفسكم، تأملوا عجيب صنعه فيكم أنتم، ليس في قلبك الذي لا يتوقف عن الضخ، ولا الكلية التي يقوم مقامها أجهزة تعمل بالساعات وأنت تملكها بلا مقابل، ولا العين المبصرة، لا، بل تأملوا في الروح
التي تحملوها بين جنبيكم، الروح التي تبكي وتضحك وتتألم، هذا الجزء منك الذي لا تراه ولا تعلم كنهه، إذا تأملت في هذا كله أنا أسألك من صنع هذا؟ لقد صنعه ملك واحد لم يخطئ في واحد من خلقه، ولم تتغير هذه الروح اللي فيك. الشمس التي فوق رؤوسنا هذه هي نفس الشمس التي تخرج على كل البشر، الكل يحتاجها، يفرح بنورها بدوائها. من أوجدها لنا؟ إنه نفس الملك الذي خلقنا، الذي أنت تقول أين هو من المظلوم وأين هو من المريض والمعاق والمحتاج. هذا الملك لو لم يكن يحبنا لجعل حياتنا ما تنتهي لنستمر في معاناتنا في هذه الحياة، لكنه أعطاها قدر معين، وأعطانا ملائكة تكتب وترصد ردود أفعالنا، وأعطانا جسد مهما طال لن يطول أكثر من 100 سنة، لكن أعطاك الروح التي لا تفنى. هل تعلم كم روحك أنت؟ روحك هذه خالدة تتنقل بين جسد وجسد، كانت في جسد رقيق في رحم أمك، ثم انتقلت في جسد قوي في حياتك، ثم استقرت في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل عندما سينهش الدود جسدك غدا، ثم ستعود هي نفسها يوم تنبت أنت من جديد. الذي أحياك أول مرة قادر أن يعيدك مرة أخرى. الله عز وجل خلقك وخلقك لعبادته، فمهما مر بك من الآلام لا تيأس، احسن ظنك بالله عز وجل، احسن ظنك لتعرف نعيم البشر وحكم البشر وظلم البشر. الله عز وجل خلقك لتعلم أنت أن الأمل الوحيد لك هو عند الله عز وجل. الله الذي خلق هذا الكون كله لا تظن أنه عاجز أن يدبر حياتك، لا والله. خليل الله إبراهيم لما كان يلقى في النار وهو في طريقه إلى النار يأتي إليه جبريل فيقول ماذا تريد؟ جبريل أعظم الملائكة، فيقول أما منك فلا، ما أبغى منك شيء، أنا أريد من الله. فما خذله الله عز وجل وأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هاجر لم تحفر زمزم، ما حفرتها لتنقذ ابنها، بل فجرها الله تحت قدمي ابنها بقدرته. وأم موسى تراها ما أنقذت رضيعها، الله الذي ألقى عليه محبة منه ليحميه. ويوسف ما نجا إلا لما أصابه الله برحمة منه. وأيوب ما شفته الأدوية، إنما ضربة برجله فتفجر الدواء بين قدميه. فيا من شككت بربك وبعدله ارتح. الله خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهو الذي ستعود إليه. لا يمكن أبدا أن يكون كل هذا الإبداع الذي تراه في الكون عبث، أبدا لا يمكن. لو كان عبث لما مات أحد، لكنها مرحلة ستمرها في رحلة روحك الخالدة، وهي مرحلة الدنيا، فأحسن العمل بها. لو أن الله يا أحبابي لا يريد لنا الخير لما رزقنا الأنبياء، ولما أنزل الكتب، ولما أعطانا الروح التي تخشع وتبكي وتفرح، بل أجمل لحظاتها يوم تبكي خاشعة بين يدي ربها. هذه لذة الروح التي أنت تشعر بها سواء كنت معاقا أو كنت أحسن إنسان على وجه الأرض. لذة الروح هذه لا تتغير. الجسد يتبدل لكن الروح ما تتغير. فلذلك اصبروا ولا تحزنوا على الدنيا. هذه الدنيا التي نعيشها حلالها حساب وحرامها ماذا؟ حرامها عقاب. الصابرون لهم الثواب. تذكر أقبح شعور يا إخواني هو شعور من يفقد كل شيء لأنه لا يستطيع أن يحصل عليه. هذا ليس عند الله. الله عز وجل سيعوضك. من ظلم سوف يأتي يوم يأخذ حقه فيه. من ذاق الفقر وصبر سينسى همومه بغمسة في الجنة. من عاش مع المرض والبلاء فله أجور الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من فقد حبيبا فهناك يوم سوف يجمع الله فيه الأحبة في جنته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عندما تؤمن بذلك سوف ترتاح، ولا بد أن تؤمن، لأن من أتقن صنعك وصنع هذا الكون لا يمكن أبدا
ألا يتقن حياتك خاصة بعد مماتك. كل النعيم الذي تراه في الدنيا تراه نعيم جسد، النعيم الحقيقي هو نعيم الروح. لا يمكن أبدا أن تسعد روح بعيدة عن مالكها، لا يمكن أن تسعد روح تشك في خالقها، لا يمكن أن تسعد روح غاضبة على تدبير ربها. ستسعد الروح الراضية. ادخلي جنتي. الله يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه الروح التي تعلم أنها تتقلب بين عدل الله وفضل الله، فما نزل من بلاء فهو بعدل الله، وما نزل من خير فهو بفضل الله، فتجدها دائما راضية. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. جعل الله غناه في قلبه. أتعلم ما معنى أن يكون قلبك غنيا؟ هذا الغنى من خزائن لا يملكها إلا الله. السعادة يا إخواني ليست بضاعة نشتريها، لا 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 لا، السعادة نعمة لا يملكها إلا الله. ولذلك كم من محروم مما يملكه البشر يعيش قمة السعادة، وكم من إنسان يملك كل وأجمل ما يملكه البشر ويعيش الكآبة. السعادة من الله. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول لك؟ اسمع كلام الله وهو يجبر خاطري وخاطرك وخاطر كل إنسان مكلوم على وجه الأرض. يقول من كان يريد العاجلة، يعني اللي يبغى الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لاحظ قال لك لمن نريد، يعني ترى مو كل شيء إنسان يطلب الدنيا سنعطيه، لا لا لا، نعطيه إذا أردنا. لكن ماذا له؟ ماذا له هذا الذي لا همه إلا أن يعمر الدنيا ويهدم الآخرة؟ قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذءوما مدحورا. طيب الشخص الآخر اللي لا راضي وصابر ومحتسب ومتقبل لأوامر الله وعنده ثقة بأن الله الذي خلق هذا الكون كله لا يمكن أبدا أن يكون غير قادر على إدارة حياته، الراضي بربه، يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيش؟ قال وهو مؤمن. لا بد أن يكون عندك إيمان بأن الله عز وجل سوف يعوضك عن كل شيء نقصك. ماذا يقول الله له؟ قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله لما يقول لك الله سأشكر لك سعيك، سأشكر لك صبرك، سأشكر لك رضاك، سأشكر لك قناعتك، سأشكر لك حسن ظنك بي، والله لن تخذل أبدا عند الله عز وجل. ولذلك ماذا قال بعدها؟ قال كلا، يعني هذا اللي يبغى الدنيا وهذا اللي يبغى الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. طيب نمدهم من ماذا؟ نمدهم من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال لك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني أكيد لابد أن يكون هناك أغنياء وضعفاء وأقوياء وضعفاء وهكذا، لكن للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وماذا يقول أيضا ربك؟ يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده ماذا؟ خبير بصير. الله خبير بحالي وحالك. ولذلك لا تظن أن كل ما تقول له يا رب أعطني أنه من مصلحتك، لا، ربي يعطيك الذي يعرف أنه لمصلحتك. فلذلك ارضى بالله عز وجل. الله ماذا يقول؟ يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنت اللي تقسم الرحمات بين الناس، أنت اللي تقسم الأرزاق بين الناس، أنت لا 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 لا. الله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. حنا اللي خلينا هذا غني وهذا فقير، وهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا صحيح وهذا مريض، وهذا مسجون وهذا غير مسجون، الله قسم المعيشة بين العباد. لماذا؟ قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب ليش يا ربي؟ ليش خليت كذا وكذا؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ثم ماذا قال في ختام الآية؟ قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. لا بد أن تؤمن. لماذا؟ ليس لأنه ما في حل أمامك إلا أنك تسكت، أو مثلا بعض الناس يقول لك خلاص ما في حل إلا نخدع أنفسنا. بعض الناس يظن أن قضية أنك تقنعه بالرضا يقول هذه خدعة، أخدع نفسك ومشي حالك. لا 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 لا، هذه هي الحقيقة. الأعرابي ماذا قال لما سئل عن دليل وجود الله؟ قال البعرة تدل على البعير، يعني فضلات البعير تدل على أن هناك بعير موجود، والأثر يعني الخطوات اللي في الأرض تدل على أنه في أحد مشى. طيب إذن سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ هذه الشمس التي فوق رؤوسنا يا كرام عمرها قبل الأرض
قبل أن تخلق أنت ولا أرضك ومع ذلك ما تقدمت ولا تأخرت ولا تغيرت ولا احترقت. هل تريد أن تقنعني أنت الآن أن هذه من دون خالق؟ البحر مالح لا حلاوة فيه، والنهر حلو لا ملوحة فيه. الهواء هذا كيف خلق؟ الماء الذي هو مصدر حياة من ماذا هو؟ كيف خلق؟ لماذا نفسك أنت، لماذا عظامك مثلا تتوقف عند فترة محدودة؟ لماذا جلدك لا يتبدل؟ لماذا لعابك هذا لا ينقطع؟ لماذا كليتاك 2 وليست واحدة؟ لماذا عينان، أذنان، فم واحد؟ لماذا الخلق منذ أن خلقوا لم يتغير شكلهم، بل هم أنفسهم عينان، أذنان، خشم وإلى آخره؟ هل تريد أن تقنعني الآن أن هذا كله بدون خالق؟ الخالق موجود، فاحذر أن تعرض عنه، اقترب منه لتنال الوعود الجميلة. مهما نزل بك من البلاء قابله بحسن الظن. لماذا؟ لتنال الجائزة من ربك الذي قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. مهما نزل بك من البلاء أو بمن تراهم من بلاء، من حروب أو آلام، لا تظن أن الله لا يعلمه، لا تظن أن الله لا يسمع شكاويهم، لا تظن أن الله لا يعلم بظلم الظالم ومظلمة المظلوم. لا، لكنها تدبير الله لهذا العالم. أنا وأنت أنظارنا محدودة في مستوى حياتنا ومن هم حولنا. الله لا، الله عز وجل ينظر إلى الكون كله بأكمله. لابد أن يكون في تلك الأرض بركان. من أجل ماذا؟ من أجل أن تصلح أرض في الأرض المقابلة والجهة المقابلة. لابد أن يكون هناك فيضان لكي تتزن الحياة في الأرض تلك المقابلة. لابد أن يأتي هنا زلزال. من أجل ماذا؟ من أجل أن تتصلح أرض أخرى في مكان آخر. لابد أن تكسف الشمس هنا من أجل ماذا؟ من أجل أن تمر حركة مسار الشمس كما يريد الله عز وجل. لابد أن يكون هناك أكثر من كذا مريض على وجه الأرض. من أجل ماذا؟ من أجل أن تشتغل المستشفيات والأطباء، لأن هؤلاء رزق لهؤلاء. هذا هو الله يدبر الكون بأكمله. فأنت عندما تثق أنه رب، يعني يربيك، رحيم، أرحم بك من أمك ومن نفسك، عدل لا يمكن أن يظلم، يوزع الأرزاق بخبرة وبصيرة جل جلاله، أنت هنا ترتاح. عشان كذا لو تأملت في ما تراه لوجدت أن هناك في كل شر نراه فيه خير نحن لا نعلمه. والله فيه أشياء كم من الأشياء ننظر إليها والخير في بواطنها ونحن نظنها كلها شر. كم من شابة حرمت الزواج مثلا. أنا أسأل هذه الأخت، هل كل المتزوجات سعيدات؟ ألست ترين الآن أن الطلاق اتسع؟ وماذا مصير الأولاد والأسر والشتات؟ تلقى البنت تقول الحمد لله أني ما تزوجت. فالزواج ما هو كل شيء في الحياة. ألا يمكن أن مثلا هذا الإنسان الذي يتعرض للمرض، يعني ترى يمكن أنت لو لم يكن لديك مرض لما وصلت إلى الدرجة عند الله التي تصلها بصبرك ورضاك. لماذا؟ لأنك إنسان لو كنت تمشي يمكن تقع في المنكرات إلى رأسك، فالله عز وجل رحمك وابتلاك بالمرض. لماذا؟ لكي تلقى الله وليس معك خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد يا أخوان. وقس على ذلك أشياء كثيرة في هذه الحياة. دائما انظر بعين المحب. شفت ماذا يقول الناظم؟ يقول عين الرضا عن كل عيب كليلة. أنت الآن إذا فعلا تحب الله مهما ينزل عليك من الله تقول الحمد لله، هذا حبيبي، هذا ربي، هذا العالم بحالي، أنا أعلم أنه ما أعطاني إلا بفضله وما منعني إلا بعدله. احسن ظنك. لماذا؟ لأن الحياة قصيرة وسترحل إليه يوم لا حول ولا قوة لنا إلا به، لا حول ولا قوة لنا إلا به. فإذا أقبلنا إليه ونحن قد رضينا بكل ما حل بنا في الدنيا، أبشروا والله بقول الله الجميل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى